السلام عليكم متابعي الكرام. كلمة واحدة إذا قلتها متعك الله بالصحة والعافية طوال حياتك وإن بلغت 100 عام. لكن قبل البدء صلوا على نبينا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي في سننه عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يعط عبد شيء بعد اليقين أفضل من العافية، وإنا لنسأل الله اليقين والعافية. فما أوتي أحد بعد الإيمان بالله عز وجل من السلامة والعافية في الدين والدنيا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فليس شيء من الدنيا يهنأ لصاحبه إلا مع العافية، وهي الأمن والصحة وفراغ القلب من كل ما يكدره. وينبغي الإكثار من سؤال الله العافية استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: سل الله العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت: يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله. فقال لي: يا عباس يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. فأفضل الأدعية التي يدعو بها الإنسان ربه والتي يحبها الله عز وجل ويحب أن يسأله العبد بها هي سؤال العافية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة، وما سأل الله شيئا يعني أحب إليه من أن يسأل العافية. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، فإذا أعطيت العافية في الدنيا وأعطيتها في الآخرة فقد أفلحت. وقد ذكر العلماء الفرق بين العافية والمعافاة، وهو أن العافية أن تسلم من الأسقام والبلايا، وهي الصحة وضد المرض. أما المعافاة فهي أن يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك، أي يغنيك عنهم ويغنيهم عنك ويصرف أذاهم عنك وأذاك عنهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على سؤال الله العافية، بل وكان يتعوذ من تحولها عنه. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. وقال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ.